كرة ايه؟ انا عايز اعرف الاستثمار في كرة القدم بيعمل ايه في انتاج البلد؟ اتفضل يا بيه. المصانع والشركات الكبيرة عمالة تصرف على انبي وعلى اسمنت اسيوط وعلى مش عارف ايه، واللاعب ب5 مليون واللاعب ب7 مليون. طب ما تجيب يا اخويا 5 مليون دول ابني بيها شوية مساكن للناس اللي قاعدة في التراب. انبي عندها 63 مليار. وزارة البترول كلها انا اسف عندها 63 مليار دولار. انا اسف 63 مليار جنيه عجز سنوي. طب ده المفروض ان دي وزارة بتضخ في شريان الاقتصاد. لا ازاي بقى؟ هنجيب الواد فلان بيلعب كوره نديله 10 مليون، والواد علان نديله 7 مليون، والواد ترتان ب3 مليون. تبص تلاقي الفرقه فيها مثلا 6 لعيبه، اضرب متوسطهم في 5 مليون، 5 في 6 ب30 مليون. طب اديني 30 مليون وانا اروح ابني بهم مساكن للغلابه. ولما يعتزل يعينوه بقى في البترول. والله فيهم ناس ما بتعرف تقرا وتكتب يا سيدي. طب اقسم بالله العلي العظيم في نجم من نجوم الكوره مش هقول اسمه، حصل بينه وبين واحد مشكله فراحوا اسم الشرطه عندنا في المنصوره. فبعد ما كتبوا المحضر بيقولوا له ايه؟ اكتب اسمك. قال لهم المحامي يمضي مكان. قالوا له ما ينفعش. اتضح ان الافندي ما بيعرفش يقرا ويكتب. وثمنه كام؟ ثمنه 35 مليون جنيه. المأمور راح جاب له البصامة وبصمه. تحبوا اعمل لكم دخلة مع مدير الامن اللي كان مدير الامن الدقهلية في ذلك الوقت يقول لكم على هذه الواقعة؟ يا استاذ عز انت عارفه؟ اللواء محمد طلبة مدير امن الدقهلية الاسبق. حاول حضرتك دلوقتي تليفونه موجود، وكان مدير واخر منصب مدير امن كان مدير امن القاهره. يا سياده هو سامعني دلوقتي. يا سياده اللواء مش عايزينك تقول الاسم عشان ما نحرجش حد، لكن احكي لنا الموضوع. انتوا هتجيبوا لي المرض ده، انتوا جبتوا لي الشلل.